ايها الحزين ان ظللت حزينا سبحان الله ضاعت البركة من عمرك، وضاعت الصحة من جسمك، وضاع الهدوء من قلبك، وضاق صدرك، فلا تكسب الا حزنا وكآبة. ولكن عليك ان تسمع كلام سيدنا علي رضي الله عنه يقول: انا رجل اعيش بالامل، فان تحقق فبفضل الله، وان لم يتحقق فقد عشت به الزمن. قال: السماء كئيبة وتجهما، قلت: ابتسم، يكفي التجهم في السماء. سبحان الله. فالإنسان يبتسم ولن يخسر بابتسامته شيئا، ولكن لتكن ابتسامته في قلبه، وليعلم أن الحذر لا يغني أبدا من قدر. نسأل الله أن يصبرنا على أقدار الله، ويقيمنا على طريقه، وأن يجعلنا وإياكم ممن شرح الله صدورهم بالإيمان وقلوبهم بالتقوى.